اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وانت بقى راجعالي علشان جوزك طلع أي كلام؟ لا تكوني مفكراني لسه الولد العبيط اللي حبك. لا حضرتك غلطانة، شرفتي. ولا أقولك أنا اللي همشي واعتبري المكان مكانك. يوسف ما لمسنيش. يوسف أول ما بيسمع الكلمة دي بيقف مكانه وهو مش فاهم أي حاجة. بقولك ما لمسنيش. مش فاهم. يوسف تتجوزني؟ إيه؟ هشرح لك. وعلشان نفهم ايه الحكاية تابعوا معانا القصة من البداية. عم سعيد بيتكلم وبيقول: اللي واخد عقلك يا واد. يوسف مش بيرد. واد يا يوسف يا يوسف. ها؟ نعم يا عم سعيد. بتقول حاجة؟ بقول حاجة. لا ده انت مش معانا خالص. قول لي يا واد، مين دي اللي واكل عقلك؟ انت على طول هرشني كده يا عم سعيد. عيب يا واد، ده انا عجنك وخبزك، ده انا اللي مربيك على ايدي من بعد وفاة ابوك وامك الله يرحمهم. ها قول لي يا حبيبي، ايه اللي شغلك؟ ندى يا عم سعيد. ودي تبقى مين ندى دي بقى ان شاء الله؟ ندى بنت عمي عبد الواحد الحداد اللي على اول الشارع. يا يوسف، عبد الواحد؟ وما لقيتش غير بنت عبد الواحد اللي تحط عينك عليها؟ ده راجل صعب قوي يا ابني وضارب في العلالي. ايوه والله يا عم سعيد، انت بتقول فيها. هي على طول بتقول لي ان ابوها عاوز لها واحد متريش وغني. مش عيب طبعا ان الراجل يعوز لبنته واحد يعيشها كويس، خصوصا ان الدنيا اليومين دول غاليه قوي. ايوه يا ابني عندك حق، مش عيب ولا حرام، بس هو راجل صعب وغليظ اللسان، مش بيهمهم اي حاجة ولا اي حد، وكل اللي بيعوزوه بيقولوه. دي الناس كلها بتهابه وبتخاف تتعامل معاه بره الشغل. بس بقى يا عم سعيد الله يكرمك، انا حاطط ايدي على قلبي لوحدي ومش ناقص خوف. انا ركبي بتخبط في بعضها لوحدها. لا يا حبيبي ما تخافش، سيب كل حاجة على ربنا. ربنا اقوى من اي حد، وطول ما انت نيتك سليمة وقلبك صافي ونضيف ربنا هيكتب لك كل الخير. انا والله قلبي صافي ونيتي سليمة يا عم سعيد، وقلت لها اني بحبها، ما ينفعش افضل احبها في الضلمه، ولازم اروح واتكلم مع ابوها علشان تبقى كل حاجه في النور. جدع يا واد يا يوسف. ايوه هو ده يوسف اللي انا ربيته وعلمته الصح من الغلط. ومش عيب يا حبيبي انك تحب، بس العيب فعلا انك تداري وتقف في الضلمه. انت صح، ولازم تروح وتقول لابوها وامرك لله. وافق وافق، ما وافقش يبقى ساعتها نشوف لها حل. لا ما تقولش كده يا عم سعيد، ان شاء الله يوافق. انا صحيح ما حلتش حاجه وعايش في بيت ايجار قديم، وطبيعي يطلب مني شقه وانا ما حلتش اي حاجه، وشغال معاك هنا في الورشه يا دوب بجيب يوميتي. بس انا مستعد اعمل اي حاجه يطلبها مني علشان تبقى من حظي ومن نصيبي. ان شاء الله يا حبيبي تبقى من حظك ومن نصيبك. وما تخافش، انت راجل والف من يتمناك. تعرف يا واد، انا لو عندي بنت عمري ما كنت جوزتها لواحد غيرك. وهو انا طول يا راجل يا بركه؟ طب يا ريت وانا كنت اتجوزها واقعد معاك في البيت واوفر حق الشقه. اه يا يوسف، يلا الحمد لله يا ابني، ربك ما بيجيبش غير الخير، وربنا ما أردش ليا بالخلفة. أنا وخالتك أم محمد راضيين بقضاء ربنا، وإن شاء الله ربنا عوضنا بالجنة. إيه الكلام ده بقى يا عم سعيد؟ هو أنا مش زي ابنك ولا إيه؟ ولا هو كلام وخلاص؟ لا والله يا حبيبي أنت عارف إنه مش كلام وخلاص. دي خالتك أم محمد روحها فيك. صحيح يا عم سعيد، ما قلتليش إيه حوار أم محمد دي؟ أنا طول عمري نفسي أسألك السؤال ده، وبصراحة محرج منك. قصدك يعني علشان بنقول لها يا ام محمد وهي ما عندهاش محمد؟ ايوه. هو انتوا يعني كان عندكم ابن اسمه محمد ومات؟ لا يا حبيبي، احنا عمرنا ما كان عندنا ابن. ده هم بس الستات في المنطقة لما شافوها نفسها في الخلفة وكبرت وربنا ما اداهاش طلعوا عليها ام محمد، على اساس يعني انه كده فال حلو وبتاع. اه، ربنا يديها كل اللي نفسها فيه يا رب. خالتي ام محمد تستاهل كل خير. يديها منين بس يا واد؟ ده انا رجل جوه ورجل بره. لا، رجل جوه ورجل بره ايه بس؟ ده انا الاتنين بقوا بره. الله يحفظك يا عم سعيد، ما تقولش على نفسك كده يا راجل يا بركة، ده انت شباب اكتر مني. صحيح يا واد شباب؟ ايوه طبعا، امال ايه؟ شايف العضلات؟ ده احنا ندور لك على عروسة بقى. لا يا اخويا دور لنفسك، انا بحب خالتك ام محمد وعيني عمرها ما تشوف غيرها. الله الله على الحب، ربنا يرزقني يا رب وعيش كده مع البت ندى وعيني ما تشوفش غيرها. ربنا ينولك كل اللي ببالك يا حبيبي. قول لي بقى، هتروح وتقابل ابوها امتى؟ يومين كده ان شاء الله واروح واقعد معاه. طب قول لي اجي معاك؟ طبعا انت هتيجي معايا، بس مش اول مرة. هروح له انا اول مرة اعرفه على نفسي واقول له ظروفي، محدش عارف يمكن بعد الشر يرفض. بلاش احرجك معايا، وان شاء الله لو وافق تيجي معايا طبعا نطلب ايديها رسمي. عين العقل يا واد، وهو برضو يعرف انك راجل صاحب قرار ويعتمد عليك، وان شاء الله يوافق. انا قلت لك انت راجل والف من تتمناك. ادعيلي
ادعي لي يا عم سعيد، ربنا ينجح مقصدك يا يوسف يا ابني. وفي الموبايل، انت متأكد يا يوسف من اللي انت عايز تعمله ده؟ ايوه طبعا يا ندى متأكد. انا قلت لك انا بحبك ونفسي تبقي ليا قدام كل الناس، مش عاوز نفضل مستخبيين كده دايما. بس انت عارف اللي فيها، انا خايفة عليك، وبصراحة كده خايفة عليا انا كمان من بابا، احسن يفهم ان احنا في اي حاجة ما بيننا، ده كان يقطع خبري. ما تقلقيش يا ندى، انا هروح له وهفهمه كل حاجة، واقول له اني شفتك من بعيد وحبيتك وقلت اجي وادخل البيت من بابه، ومش هجيب سيرتك في الموضوع خالص. لا، وهو انت مفكر بابا سهل قوي كده؟ ده بابا ده لف الدنيا ويفهم كده اللي قدامه من عينيه، ولو نده عليا بس وسألني سؤال واحد هقر واعترف بكل حاجة. اعترفي بايه؟ هو احنا عاملين جريمة؟ يا بنتي انا بحبك، وكل كلامنا عاملة ايه وازيك وعامل ايه وخلاص. وعلى العموم انا خلاص جاي وهخطبك، وكل حاجة هتبقى رسمي. يا سلام عليك يا يوسف، ده انت متفائل قوي وداخل بقلب جامد، ومش حاطط اي توقعات انه ممكن يرفض. بالعكس بقى، انا حاطط كل التوقعات وعامل حسابي على اي حاجة ممكن يقولها، ومستعد جدا اعمل اي حاجة وانفذ اي طلب يطلبه، وهشتغل ليل مع نهار علشان اقدر اوصلك. يا سلام، ده حب ده بقى ولا ايه؟ عندك شك؟ معرفش، انا بسألك. الحب ده كلمة قليلة قوي على اللي انا بحسه من ناحيتك يا بنتي يا ندى. بنت؟ ست البنات كلهم. ايوه كده اتعدل. حاضر هتعدل. طب اسمع بقى لما اقولك، انا بابا لسانه قد كده، ممكن يقولك اي حاجة. اي حاجة ازاي يعني؟ اي حاجة اي حاجة، يعني اي حاجة تخطر على بالك ومش سهل تتوقعه. يعني ممكن يبقى لطيف معاك قوي، وممكن يبستفك ويفرج عليك الشارع، ما تضمنلهوش حاجة. واضح ان ابوكي جدا. ولا قصدك ايه؟ واد في عينك اتزبط يا بت، قصدي يعني انك قاعدة تقطعي في سيرة الراجل ولا كأنه ابوكي. يا عم ما هو علشان ابويا بقولك على اللي فيها بقى، علشان ما تجيش تعيط وتقولي اصله جرحني بكلامه. انا عارفة انك يعني حساس. ايه حساس دي كمان؟ قصدي يعني انك عندك كرامة وبتاخد على خاطرك قوي، ولو شتمك هتزعل. شتمني؟ مش قلنا نتوقع اي حاجة منه؟ يا ست خلاص بقى، ده انت قفلتيها في وش مية ونور، ما تضايقنيش بقى يا ندى. يا ستي انا متفائل وان شاء الله خير. خلاص يا عم المتفائل، ادينا سكتنا. يلا هش علشان اقوم اخد دش وانزل اي محل اشتري طقم حلو قابل ابوكي بيه. وبينزل يوسف وبيجيب طقم كويس علشان يقابل بيه ابو ندى، وبعد يومين بيلبس الهدوم اللي كان محضرها، وبياخد معاه علبة الجاتوه اللي لسه شاريها علشان يروح لابو ندى. وعند بيت عبد الواحد بعد المغرب بشوية، يوسف واقف قدام بيت ندى بيكلم نفسه بصوت واطي: يا رب يا رب استرها، يا رب اجعلها ساعة خير. ويا دوب لسه بيمد ايده علشان يخبط، الباب فجأة اتفتح وظهر عبد الواحد، طويل وتخين شوية، دقنه خفيفة ومكشر كأنه مولود غضبان. ايوه عايز ايه؟ مساء الخير يا حاج عبد الواحد، انا يوسف. عارف انك يوسف ابن عم سعيد. عاوز ايه يا ابني؟ لا انا مش ابنه. عارف هو زي ابوك يعني. عاوز ايه؟ لو تسمح لي ب5 دقايق بس اقعد معاك واتكلم. تقعد معايا في ايه؟ شغل يعني؟ لا موضوع تاني. اهو كده بقى الكلام اللي ما يطمنش. اتفضل خش. بيدخل يوسف وبيقعد معاه في الصالة والجو مكهرب على الاخر. اقعد. متشكر قوي. قول لي بقى ايه الموضوع؟ انا جاي النهاردة علشان اطلب ايد بنتك ندى. ايه؟ ايد مين؟ ندى؟ انت؟ ايوه يا حاج انا. انت عايز تتجوز ندى؟ لو حضرتك وافقت طبعا. يعني انت شايف ان الموضوع بسيط كده؟ حد يجي يخبط على بابي ويقول لي هات بنتك اتجوزها؟ لا طبعا، علشان كده جيت اشرح لك كل حاجة. قبل ما تشرح، انت ساكن فين يا يوسف؟ في شقة ايجار قديم. ايجار وقديم؟ شقة قد ايه؟ هي شقة صغيرة، يعني اوضة وصالة. اوضة وصالة؟ انت جاي تطلب بنتي وانت ساكن في اوضة وصالة؟ يا راجل، ده انا لو جيت ازورك هقف رجلي في الصالة ورجلي هتبقى جوه الأوضة. عندك حق، واكيد طبعا حضرتك عاوز حاجة اوسع لبنتك، وده حقك طبعا، وانا مستعد اوفر ده، بس خطوة خطوة. يعني انا جاي النهاردة ربط كلام علشان ندى تبقى ليا مش لحد تاني. وظيفتك ايه؟ شغال مع عم سعيد في الورشة. ايوه، يعني يوميتك كام؟ على قدي، بس انا ناوي ان شاء الله اشوف شغلانة تانية او اشوف سفرية. يعني لا عندك شقة ولا مرتب ثابت وجاي تطلب ندى ليه؟ شايف نفسك ايه؟ شايف نفسي راجل، وراجل على قد ما يقدر هيعمل كل اللي عليه علشان يخلي بنتك ندى مبسوطة. مبسوطة؟ يا ابني انا بنتي متربية على الراحة، ما تعرفش الضغوط، ما تعرفش تقف في مطبخ متر في متر.
ده لو في مطبخ من اصله، ولا تعيش في بيت قد كف ايدي. لو حضرتك وافقت مش هتعيش الا مرتاحة، اوعدك. وانت هترتاح منين؟ من شغل الورشة اللي مليان شحم وزيت، ولا من المرتب اللي ما يغطيش اكل يومين؟ هقول لحضرتك على حاجة، انا مش غني ولا ابن ناس عندهم فلوس، بس انا راجل، واوعدك اقسم بالله اوعدك اني هشتغل ليل ونهار، اشتغل شغلانتين 3 وهسافر وهعمل لها بيت مفيش زيه، اوعدك بده. انا عاوز بس حضرتك توعدني انها ليا. الوعود ما بتاكلش عيش، انا عاوز اشوف فلوس، شقة، اساس، مش وعود. ما ينفعش ابني كل ده لوحدي من غير ما اعرف انها تبقى من نصيبي. انا مش طالب منك جواز بكرة، انا طالب خطوبة علشان اشتغل وانا عارف اللي انا بشتغل علشانه مستنيني، واطمن وقلبي يرتاح انها مش هتكون لحد غيري. اخطبها بس. خطوبة؟ خطوبة على ايه؟ على كلمة منك وعلى وعد وعلى رجولتي اللي قدامك، وانا مستعد اكتب ورقة بيني وبينك بكل اللي هتطلبه، وتحط الشروط اللي انت عايزها وانا هنفذها بالحرف. انت مش خايف؟ بصراحة خايف طبعا، بس اللي بيحب بجد بيخاف يخسر اللي بيحبه. انت عارف يا واد، انت كلامك حلو ودخل دماغي، وانا مش اي كلام يدخل دماغي. افهم من كده يعني ان حضرتك موافق؟ قول لي الاول، انت تعرف ندى منين وشفتها فين وبتتكلموا مع بعض ولا لا؟ لا يا حاج، انا مفيش بيني وبينها اي كلام، انا شفتها في الشارع ومن اول مرة قلبي اتعلق بيها، وقلت ما يصحش افضل احبها في الضلمة. قلت اجيلك وادخل البيت من بابه. يعني مفيش بينكم اي حاجة؟ ابدا. عبد الواحد قعد دقيقة ساكت وبيتحرك بعينيه يمين وشمال، واضح انه بيمتحن الثبات بتاع يوسف. طيب اسمع، انا راجل واضح وصريح ومش بلف ولا بدور. بنت غالية واللي يتقدم لها لازم يبقى قدها، وانا هبقى قدها وقدك كمان ان شاء الله. لو وافقت هتشتغل زيادة وتجيب مبلغ محترم وتجيب شقة، وفي خلال سنة تيجي نكتب الكتاب. سنة قليلة، بس موافق، وان شاء الله اعمل فيها اللي عمري كله ما عملته. واضح انك بني ادم محترم ومش قليل، وعجبني ثباتك، مع ان انا كنت ناوي افرج عليك الشارع. انا حاسس والله. خير، من الاخر انا موافق على كلامك. ربنا يخليك لينا يا حاج، والله ما هخيب ظنك، وهتشوف مني اللي يرضيك ويرفع راسك. يعني قول لعمي سعيد ونيجي ان شاء الله يوم الجمعة الجاية نطلبها رسمي ونقرأ الفاتحة. لا يا حلو، حيلك حيلك، الخطوبة دي بيني وبينك وبس، ويوم ما تبقى قادر تفتح بيت وتجيب كل اللي اتفقنا عليه تيجي نقرأ الفاتحة ونقرأ القرآن كله كمان لو حبيت. يعني يا عم عبد الواحد مش هنعمل خطوبة قبل ما اسافر؟ لا طبعا مش هنعمل حاجة. اقول للناس ايه؟ وهتخطبها بشبكة منين بقى ان شاء الله؟ انا اقدر البسها دبلة وخاتم ربط كلام كده لحد ما اروح واجي؟ لا طبعا، انا بنتي ما تتخطبش غير بشبكة كبيرة تليق بيها. وبعدين لو انت سافرت وجيت ايد ورا وايد قدام، ساعتها يكون ايه العمل بقى؟ تفسخ الخطوبة وتتحسب على بنت خطوبة كده في الفاضي؟ لا طبعا ما ينفعش. والله حضرتك عندك حق في كل اللي بتقوله، وانا ما عنديش اي مشكلة. خلاص اللي حضرتك تشوفه، طالما انت وعدتني انها تبقى ليا يبقى مفيش مشكلة. لا مش كده وبس، وفي شرط تاني. قول يا حاج. انا لو عرفت انك بتكلمها كلمة واحدة طول السنة دي هتكون الخطوبة اتلغت. ازاي بس؟ هو احنا مش المفروض كده مخطوبين؟ لا مش المفروض اي حاجة، وتعمل اللي انا بقولك عليه. خلاص ماشي يا حاج، اللي تشوفه طالما ده اللي يرضيك. وبيخرج يوسف وهو مبسوط، وبيروح بيلاقي ندى بترن عليه. ايه يا يوسف طمني، عملت ايه؟ الحمد لله يا ندى، زي ما قلتلك انا كنت متفائل وابوكي وافق. بتهزر صح؟ بجد؟ لا والله، وهي دي حاجة فيها هزار. وافق واداني كلمة، بس من غير ما حد يعرف حاجة، علشان انا لسه مش قادر البسك الشبكة اللي ابوكي عاوزها. وقال لي لما اسافر واجي ان شاء الله هيبقى كل حاجة رسمي وقدام الناس. انا مش فاهمة حاجة، تسافر فين وتيجي منين؟ ما انا لازم اسافر يا ندى علشان انفذ كل اللي ابوكي طالبه مني. انا من فترة كنت بدور على سفرية، والحمد لله قدامي سفرية كده للامارات. هشتغل نجار هناك تبع شركة كبيرة ومرتبها كويس. هحط القرش على القرش علشان اوفر الفلوس في خلال السنة. سنة واحدة بس؟ طب ازاي؟ دي الشقة لوحدها محتاجة مبلغ وقدره. مالكيش دعوة انت، بس سيبي كل حاجة عليا وانا قدها وقدود. هو بس طلب مني طلب غريب كده، مش عارف بقى هنقدر نعمله ولا لا. طلب مني اني ما كلمكيش طول السنة دي، وإلا الخطوبة هتبقى ملغية. والله ما بقيت فاهمة حاجة. هو انت مش قلت ان احنا خلاص يعتبر مخطوبين، بس بعد سنة كل حاجة هتبقى قدام الناس؟ ايوه، بس هو رأيه ان خلال السنة دي لسه الناس ما تعرفش حاجة، فبلاش اكلمك احسن. طب وهتقدر؟ بصي انا والله ما اقدرش ابعد عنك، بس انا كده كده هسافر،
وانا عارف انا ناوي اعمل ايه، وانا مش هبقى فاضي اصلا ابص ورايا، فهبقى اطمن عليكي كل يوم كده بسؤال وخلاص، اهو ابقى مسكت العصايه من النص. ربنا يكملك بعقلك يا رب يا يوسف، بتعجبني دماغك قوي، كفايه انك قدرت تقعد قدام ابويا. شكرا يا ستي، اي خدمه. لا بجد، انت عملتها ازاي دي؟ يا بنتي الراجل عادي، هو اسلوبه حد شويه بس بيتكلم كلام عادي زيه زي اي حد خايف على بنته. انت اللي كنت بتأفوري شويه. بأفور شويه؟ طيب يا سيدي، انا عاوزك تاخدي بالك من نفسك قوي يا ندى، واوعدك كلها سنه ان شاء الله وهتبقي في بيتي. حاضر، وانت كمان خد بالك من نفسك وتروح وتيجي بالسلامه ان شاء الله. بحبك. وانا كمان. وبعد كام يوم، يعني خلاص يا ابني نويت؟ ايوه خلاص يا عم سعيد، ادعي لي ربنا يوفقني واقدر احقق اللي انا رايحه علشانه. ربنا يا ابني يوقف لك ولاد الحلال ويعينك ويرزقك من حيث لا تحتسب، ويآنس وحشتك ويفك كربك ويعدي غربتك على خير وترجع لنا بألف سلامة سالم غانم يا رب. يا رب يا عم سعيد يا رب. امال فين خالتي ام محمد علشان اسلم عليها قبل ما امشي، احسن اتاخر عن الطياره. بصراحه يا ابني قاعده جوه تعيط ومش قادره على وداعك. هتصعبوها عليا ليه بس يا عم سعيد؟ انا ماسك نفسي بالعافيه علشان اقدر اسلم عليها قبل ما امشي. عم سعيد بيعيط وبيشد يوسف وبياخده في حضنه. هتوحشني قوي يا واد يا يوسف، وانت قوي يا عم سعيد. يلا انا همشي بقى، وابقى سلم لي على خالتي ام محمد. ولسه يوسف هيمشي؟ يوسف هتمشي من غير ما تسلم عليا؟ جري عليها وبس ايديها. هتوحشيني قوي يا امي. امك؟ يا حبيبي، عمرك ما قلتها. حلو قوي منك يا واد. خفت ما تبقيش حابه تسمعيها مني، ده كان من عيني، ما حبيتش اغصبك عليها، وهي عمرها ما طلعت لحد غيرك. انت عارفه انا ملحقتش اقولها. خد بالك من نفسك يا حبيبي، وابقى طمني عليك يا يوسف كل يوم، اوعى تنسى. ده عمك سعيد جايب موبايل جديد مخصوص علشان نكلمك، ومشترك في اللي اسمه ايه ده، النت. حاضر، هبقى اكلمكم كل يوم ان شاء الله. يلا في امان الله. في امان الله يا حبيبي. وبيسافر يوسف وبيشتغل ليل مع نهار، بيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه علشان يجي ويتجوز ندى ويعيشها عيشة مرتاحة واللي كان بيتمناها لها ابوها. وبيحاول كل يوم قبل ما بينام يطمن عليها ولو بسؤال، وكمان كان بيكلم عمه سعيد. يعني انت كويس يا حبيبي؟ انا بخير والله، طمنيني عنكم انتوا. احنا بخير يا حبيبي طول ما انت بخير. بتاكل كويس؟ الحمد لله والله، باكل احسن اكل. في الوقت ده عم سعيد بياخد منها الموبايل وبيبعد عنها. هاتي بقى يا ولية بطلي رغي، عايزه اكلم الواد علشان ما نعطلوش اكتر من كده ويروح يرتاح. ازيك يا عم سعيد، عامل ايه؟ انا زي الفل يا حبيبي، طمني عنك انت. الحمد لله. انا لا بقول لك ايه يا واد، اطلع من دول، مش هتعملهم عليا. قصدك ايه يا عم سعيد؟ قصدي يعني انا مش هيدخل عليا الكلام اللي قلت لام محمد. واحسن اكل ايه اللي بتاكله ده انت خاسس النص. انت برضو قفشني حتى وانا في قارة تانية. والله يا عم سعيد الشغل طحن، وقاعدين في مكان هنا قد علبة السردين، والاكل بقى حدث ولا حرج. بس يلا مفيش مشكلة، كله يهون علشان عيون البت. تمت بنتك انت وهي، كل كويس واتغذى، صحتك هتضيع. هتيجي تتجوز ازاي بلا صحة؟ لا ما تقلقش يا عم سعيد، لحد ان شاء الله ما اجي واتجوز الصحة هتيجي كده ان شاء الله من عند ربنا، ما تقلقش. ادعي لي انت بس. دعي لك يا ابني والله، بس وضعك مش عاجبني. ما تقلقش عليا يا عم سعيد، انا عارف كويس انا بعمل ايه. وبيعدي 11 شهر بيكون يوسف جمع مبلغ كبير قوي يقدر يشتري بيه شقة، لكنه واحدة واحدة لقى طريقة ندى معاه اتغيرت. في ايه يا ندى، مالك؟ مالي؟ معرفش، انا بسألك. ماليش؟ لا انت متغيرة، فيك حاجة؟ هو انا يعني مش عارفك؟ لا انا كويسة والله بخير، انا بس مصدعة شوية. عموما هروح انام وبكرة هبقى كويسة وهبقى اكلمك. وبتقفل مع يوسف، قلبه ما بيكونش مطمن. ولما بيكلم عم سعيد، قول لي يا ابني، هو انت لسه بتكلم ندى؟ ايوه يا عم سعيد، بسأل عليها كل يوم كده او يومين على قد السؤال بس ليه؟ هو في حاجة؟ يعني يا ابني هي بتكلمك كده وما قالتلكش حاجة؟ حاجة زي ايه يا عم سعيد؟ اي حاجة زي اي حاجة يا ابني، هو انت هتخش لي قافية؟ لا يا عم سعيد ما قالتش حاجة، هي يعني متغيرة اليومين دول شوية بس عادي يعني، ما قالتش حاجة. خلاص يا ابني، ربنا يسهل لك الحال. ما تقولي يا عم سعيد لو في حاجة. لا والله يا ابني ما فيش حاجة،
انا قلت اطمن بس ان انتوا يعني لسه على تواصل وكده. ربنا يصلح لك الحال يا حبيبي. وبيقفل يوسف معاه وهو برضو قلبه مش مطمن. وفي الايام اللي بعد كده بقت ندى دايما تتأخر في الرد على يوسف، واوقات ترد واوقات كتير جدا ما تردش. في ايه يا ندى ما بترديش ليه؟ مفيش حاجة يا يوسف، كنت بره بس. يعني انت كويسة يعني يا ندى؟ ايوه يا يوسف انا كويسة، انا هقفل بس علشان بابا بره وخايفة يسمعني. ماشي يا ندى، عموما هانت، كلها كام يوم وهنزل وكل حاجة هتبقى رسمي ومش هتخافي تاني. ماشي يا يوسف ماشي، تيجي بالسلامة، يلا باي. وبعد ما بتقفل معاه: يا رب سامحني، مش هقدر اقوله اي حاجة، لو قلت له اي حاجة ساعتها بابا هيعرف اني بكلمه وهيقطع رقبتي. وبعد شهر بينزل يوسف وهو كله حماس ومبسوط انه قدر يجمع الفلوس اللي تخليه يقدر يجيب شقة وشبكة. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا امي، وحشتيني. الحمد لله على السلامة يا ابني، نورت الدنيا. الله يسلمك يا عم سعيد. امال ايه الانوار دي كلها؟ كل ده علشاني؟ لا يا ابني، ده علشان. امال علشان ايه؟ دي الانوار متوصلة لحد بيت عم عبد الواحد. وايه الاغاني دي؟ هو ده فرح؟ ايه ده؟ مين دي؟ ندى؟ ايه ده بس يا ابني وتعالى معايا. مين اللي جنبها ده يا عم سعيد؟ عم سعيد، انا بحلم؟ يوسف بيمشي وسط الناس وهو حاسس ان رجله مش شايلاه. ندى، انتي ايه؟ انا يوسف، بصيلي، قوليلي ان ده هزار، ان ده ضغط، انك اتجبرتي، قولي اي حاجة، انا هموت. يوسف انا معرفتش استناك، انا اسفة. هو في ايه هنا؟ مين ده يا ندى؟ وايه الكلام اللي بسمعه ده؟ حد يفسر لي. ده ولا حاجة، ده واحد كان عاوز يخطب بنتي وانا ما وافقتش. بجد ما وافقتش؟ والوعد؟ وعد؟ يعني ايه وعد؟ مش فاهم. هي الناس بقت بتتخطب بوعد؟ اتكل على الله يا حبيبي من هنا علشان ما خليش الرجالة تيجي تكسر عظمك. تعالى يا ابني معايا. وبيمشي يوسف معاه وهو حاسس انه مضروب على دماغه. وبعد ساعات: يا ابني ما تسكتش كده، قول اي حاجة. اقول ايه يا عم سعيد؟ انا اندحك عليا؟ ليه ما قلتليش يا عم سعيد؟ اقول لك ايه يا ابني؟ اغمك؟ اقهر قلبك وانت في الغربة؟ تتعب ولا يجرالك حاجة؟ وهو انا كده ما تعبتش يا عم سعيد؟ والله يا ابني ما تستاهلك، والله ما تستاهل ضفر رجلك. انا مش زعلان انها اتجوزت، انا زعلان على تعبي وغربتي وشقاية وسهري بالثلاث ايام علشان اشتغل واوفر كل قرش، والجوع اللي قرص معدتي والحرمان اللي عشته علشان سواد عيونها. وبيدخل يوسف في حالة اكتئاب لمدة شهور، لكن بعد ما بيسافر تاني بيحاول على قد ما يقدر ينسى كل اللي حصل معاه، واشتغل كل حاجة، في مطاعم، في مخازن، في شحن، في تركيب أجهزة. كان بيشتغل بالساعات علشان يلهي نفسه ويتعب، فلما يروح يحط راسه على المخدة ينام بدون تفكير. لحد ما بالصدفة ساعة تاجر كبير في شحنة كانت ضايعة. التاجر أعجب بعقله وأمانته وأخده يشتغل معاه في شركة الاستيراد. وفي خلال سنتين بس بقى يوسف الدراع اليمين للتاجر، وتعلم تجارة الحديد، المعادن، قطع الغيار. وبعدها فتح شغل خاص باسمه في مصر، شركة كبيرة قوي. لحد ما في يوم كان قاعد في مكتبه. ايوه يا نهى، لسه بقى حد عندك بره؟ لا يا فندم، كل العملاء خلاص خلصوا، لكن في واحدة هنا حابة تقابل حضرتك، بتقول انها معرفة قديمة. واحدة مين دي؟ على العموم دخليها. ندى، ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ اشمعنى؟ ممكن اقعد معاك 5 دقايق؟ اتفضلي، خير؟ ممكن تسامحني؟ اسامحك؟ على ايه؟ على اللي عملته معاك. وايه بقى اللي عملتيه معايا؟ اني جرحتك. ومالك بتقوليها كده وكأنك دوستي على رجلي بالغلط؟ يوسف انا. ندى، عاوزة ايه؟ او بمعنى اصح ايه اللي حصل في حياتك يخليكي تيجي لحد هنا؟ انت مش خلاص اتجوزتي وشفتي دنيتك؟ طلع شخص بشع، كان بيمسيني بعلقة وبيصبحني بعلقة. وده من ايه بقى ان شاء الله؟ وانا مالي؟ دخلي ايه؟ دخلك اني بحبك. يوسف مش بيرد. يوسف ساكت ليه؟ ما ترد عليا. بيتعصب عليها قوي وصوته بيعلى. ارد عليك اقولك ايه؟ بتحبيني؟ يعني ايه بتحبيني؟ بتحبيني فرحت اتجوزتي واحد تاني علشان اغنى مني، ولما طلع شخص قذر وزبالة
وانا اتغنيت رجعتيلي. للدرجة دي انا مغفل في نظرك؟ لا، انا ما رجعتش علشان كده، وعمري ما كان في بالي الغنى ولا الفقر، وحبيتك وانت فقير، ومش فارق معايا انك غني. بس انت راجعالي علشان جوزك طلع اي كلام، جاية تضحكي عليا وتستعبطيني. لا تكوني مفكراني لسه يوسف اللي حبيتك زمان. لا، حضرتك غلطانة، شرفتي. ولا اقولك انا اللي همشي واسيبك، اعتبري المكان مكانك. يوسف ما لمسنيش. يوسف اول ما بيسمع الكلمة دي بيقف مكانه وهو مش فاهم اي حاجة. بقولك ما لمسنيش. مش فاهم. يوسف تتجوزني؟ ايه؟ هشرح لك. كان بيصبحني بعلقة وبيمسيني بعلقة لاني منع نفسي عنه، ولاني من اول يوم ولحد دلوقتي بحبك وما حبيتش غيرك. ولما انت بتحبيني وما حبيتيش غيري اتجوزتي ليه؟ علشان خفت عليا وعليك. خفتي من ايه؟ خفت من ابويا اللي انت قدرت تقنعه بكلمتين ومثل قدامك انه مقتنع. جالي بعد سنة وقال لي ان في عريس متقدم لي، ولما قلت له طب ويوسف ضربني وعدمني العافية، وقال لي لو جبت سيرة الموضوع ده هخلص عليكي وعليه. ولما اتجوزت كنت مفكرة اني هعيش زي كل الناس اللي اتجوزت، ناس مش بتحبهم، لكن ما قدرتش اسلم له نفسي، ما قدرتش اسلم نفسي لواحد غيرك. وفضلت طول السنتين اللي فاتوا بينتقم مني على اللي بعمله معاه، ورفض يطلقني لحد ما زهق مني، واتنازلت له عن كل حاجة وطلقني. وعلشان كده انا جيت لك دلوقتي وورقة طلاقي اهي. والمفروض بقى دلوقتي انت مش خايفة؟ لا مش خايفة، وما روحتش بيتنا، ومش خايفة من ابويا. انا دلوقتي مطلقة، يعني حق لي اتجوز بنفسي من غير ولي. قلت ايه؟ يوسف واقف مكانه مش عارف يعمل ايه، يسامحها ولا يبعد عنها وينتقم للي عملته معاه. نرمين حست ان احمد خطيبها متغير معاها الفترة دي، وحابة تعزمه عندهم في البيت علشان يقعدوا يتكلموا شوية مع بعض. وفعلا عزمته، جه عندهم وبعد الاكل قام علشان يغسل ايديه، وطبعا ساب موبايله على السفرة. في الوقت ده جت مسج لاحمد، ونرمين الفضول خدها علشان تبص على المسج. الرسالة كان مكتوب فيها: هاي يا حبيبي، نزلت من عندها ولا لسه؟ انت قلت لي مش هتتأخر، وكلمتها في الموضوع اللي اتكلمنا فيه ولا لا؟ نرمين بصت على الاسم علشان تشوف مين اللي بعت الرسالة، وهنا كانت الصدمة. صاحبة عمرها علا. ايه؟ علا؟ ازاي بقى انا تعملوا فيا كده؟ نرمين بسرعة بتبعت الشات من عند احمد لعندها، وحاولت ما تبينش اي حاجة قدامه. كنت عاوزة اتكلم معاكي. لا انا مصدعة، معلش يا احمد، ممكن تخليها مرة تانية؟ تمام ماشي زي ما تحبي. وبعد ما بيمشي بتفضل تفكر كتير جدا تعمل ايه. ماما كان عندها حق، ما كانش لازم ادخل علا ما بيننا. اعمل ايه دلوقتي؟ اواجهها؟ لا مش كفاية، لازم الكل يعرف حقيقتهم واندمهم على اليوم اللي استغفلوني فيه واستغفلوا تبتي. قصة النهاردة بتبتدي مع علا ونرمين، 2 بنات اصحاب من الطفولة وجيران ويعتبروا زي الاخوات. علا بتخبط على بيت نرمين. يلا يا نرمين شهيلي هنتأخر على الدرس. حاضر يا علا، دقيقة واحدة، ما تدخلي يا بنتي اقعدي بدل ما انت واقفة على الباب كده. لا مفيش وقت، هو انا لسه هدخل واقعد، انجزي. ازيك يا لولو، عاملة ايه؟ الحمد لله يا طنط، حضرتك عاملة ايه؟ بخير والله يا حبيبتي. ادخلي، واقفة ليه على الباب؟ لا مفيش وقت، هي خلاص نرمين خلصت اهي. يلا يا بنتي هنتأخر. اوكي يلا بينا، باي باي يا ماما. خدوا بالكم من نفسكم يا بنات، وانت يا علا مش هوصيك خدي بالك من نرمين. حاضر يا طنط في عينيا، يلا بينا. وبينزلوا على الدرس. علا تعالي هنا، خليني انا جوه وانت امشي على الطرف. ماشي يا جبانة. انا مش عارفة يا بنتي انت كشف نفسك كده ليه؟ هو في ايه؟ هتتعلمي مني امتى؟ مش عارفة يا ستي، هو انا كده بقى. طيب يا اختي مدي شوية، خلاص الساعة بقت 3 والدرس زمانه بدأ. وهم ماشيين بيتفاجئوا محمود، شاب من منطقتهم. اوعى الجمدان، ايه القمر ده؟ نرمين بتخاف وبتكش وبترجع لورا وبتتدارى في علا. نعم يا حلتها. لا انا مش حلتها ولا حاجة، ليا 5 اخوات. طب اخفى بقى من وشي دلوقتي بدل ما خليك توحشهم. ولو ما خفتش يا قمر. وهنا علا بتمسكه من هدومه وبتشده وبتقول له: يبقى تقول على نفسك يا رحمن يا رحيم يا حلتها. محمود بيخاف. الله في ايه؟ انا كنت بهزر معاكم. ابن خالتي انت ياض علشان تهزر معايا؟ والله لو شفتك في سكتي مرة تانية لا هخلع اللي في رجلي وانزله على دماغك، وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك.
واخلي المنطقة دي كلها تحلف بالعلقة اللي هديها لك. انت فاهم ولا لا ياض؟ خلاص فاهم، اوعي. محمود بيخاف وبيمشي. جدع يا علا جدع، عملتي كده ازاي؟ عملت ايه يا بنت انتي؟ مالك خرعة كده ليه؟ ما انا بخاف، ما انت عارفة بقى يا علا. تخافي من ايه ان شاء الله؟ اللي بيعترض طريقك المفروض هو اللي يخاف مش انتي. انا مش عارفة هفضل اعلم فيكي لحد امتى. بس يلا قدامي على الدرس. وبيروحوا على الدرس، ومن هنا بنفهم طبيعة شخصية الاتنين. علا بتكون قوية وشجاعة ومش بيهمها اي حاجة، على عكس نرمين اللي بتكون جبانة ودايما بتكون تابع لعلا. بيروحوا الدرس، ولما الأستاذ بيسأل سؤال بيكون صعب واللي هيجاوبه هياخد جايزة. ما ترفعي ايدك يا بنتي تجاوبي، ما انت كاتبه الإجابة في السكتش اهو. لا يا ستي مش مشكلة، ممكن تكون غلط وممكن تكون صح. لا مش هجاوب واحرج نفسي، استنى لما نشوف المستر هيجاوب ويقول ايه. وفعلا المدرس بيجاوب، وعلا بتبص في سكتش نرمين بتلاقي ان الإجابة كانت صح. شفتي بقى خوفك من المحاولة خلاكي تضيعي على نفسك إجابة السؤال والجايزة اللي كان هيديها لك المستر. مش مشكلة بقى، أنا خفت الإجابة تطلع غلط وأكسف نفسي. خفتي من إيه؟ هو أنت عندك حاجة تخسريها؟ كنت هتجاوبي، لو الإجابة كانت طلعت غلط ما كانش هيحصل أي حاجة. لا، كل اللي في الدرس كانوا هيضحكوا عليا. بيتهيألك يا ماما، مفيش الكلام ده خالص يا نرمين، وناس كتير حاولت وجاوبت غلط وما حصلش أي حاجة. خدي بالك، أنت كده بتضيعي على نفسك فرص كتير قوي. وأنا هنا مش بتكلم على السؤال ده، أنا بتكلم على حاجات كتير قوي. بخوفك وترددك بتضيعي على نفسك فرص. مش مهم يا علا، أهم حاجة إني مكسفش نفسي. أخ منك، أنا عارفة إن كلامي مش هيجيب نتيجة معاكي. ما علينا، خلاص يلا بينا، الدرس خلص، يلا نروح. وبيعدي الوقت وبيخلصوا ثانوية عامة، ويوم النتيجة بتكون نرمين جايبة مجموعة أعلى من علا. ألف مبروك يا نيمو، فرحتلك قوي بجد. ألف مبروك عليا إيه بس؟ إحنا مجموعنا مش واحد، وإحنا كنا اتفقنا إننا نكمل مع بعض كل حاجة حتى الجامعة. يا ستي عادي، مفيش مشكلة، هندخل نفس الجامعة بس كليات مختلفة. لا طبعا، ازاي؟ انا هدخل معاكي نفس الكلية. ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ ليه تعملي في نفسك كده؟ انت جايبة مجموع احسن مني وتقدري بيه تدخلي كلية احسن. لا احسن ولا مش احسن، مفيش حاجة احسن من اني ابقى معاكي. مفيش حاجة هتفرقنا عن بعض. مفيش حاجة هتفرقنا عن بعض ايه بس يا نرمين؟ ايه الكلام ده؟ هو احنا مخطوبين؟ ايه الكلام ده بقى يا ست علا؟ انت مش عايزة تبقي معايا ولا ايه؟ لا طبعا، احنا فعلا مفيش اي حاجة هتفرقنا عن بعض، بس ليه تبقي جايبة مجموع اعلى مني وتدخلي معايا نفس الكلية؟ انا قلبي عليكي، وانا قلبي معاكي يا صاحبتي. ما علشان انتي صاحبتي واختي انا مش عايزة تعملي في نفسك كده. وروحي وخدي رأي اهلك، واكيد هم مش هيوافقوا تعملي كده. وفعلا بتروح نرمين وبتاخد رأي والدتها اللي بتكون معترضة جدا على الفكرة. ليه بس كده يا نرمين يا حبيبتي؟ احنا ما صدقنا ربنا يفرحنا بالمجموع اللي جبتيه. عايزة تكسري فرحتنا ليه وتدخلي كلية اقل وتضيعي تعبك؟ يا ماما انا اللي هضيع لو ما بقتش مع علا. انت عارفة انا مش بعرف اعتمد على حد في الدنيا غيرها، ومليش اي اصحاب من اول ما وعيت على الدنيا غير علا. يا حبيبتي على عيني وعلى راسي، انا بحب علا زي بنتي ويمكن اكتر كمان، لكن يا حبيبتي انت كده بتضيعي تعبك، حرام. لا يا ماما معلش، انا مش هقدر اعمل حاجة غير كده. وبعدين يعني فرق المجموعة مش كبير قوي، دول بس 3%. ايوه يا بنتي 3%، بس هيدوكي فرصة احسن. خلاص بقى يا ماما، هو ده قراري، لو سمحتي وافقي. ومع اصرارها اهلها بيضطروا يوافقوا علشان ما يزعلوهاش ولا يفرقوا بينها وبين صاحبتها. وفعلا بيدخلوا نفس الكلية مع بعض وبيبقوا بنفس الشخصيات. علا منطلقة واجتماعية وبتتكلم مع كل الناس وليها شلة. اما نرمين مجرد تابع لعلا، حتى اسمها في الكلية مش معروف، هي بس مش معروف عنها غير انها البنت صاحبة علا. وبتعدي الايام لحد ما في يوم بيكونوا قاعدين مع بعض في الكافيتيريا بتاعة الجامعة. نرمين قاعدة مساهمة، علا بتاخد بالها وبتركز معاها. بتلاقيها بتبص على شاب من بعيد زميلهم في الجامعة اللي اسمه احمد. الله الله الله، ده في قصة حب وغرام وهيام من ورايا. ها؟ لا غرام ولا هيام، مفيش اي حاجة. انت قصدك ايه يا بنت؟ اطلعي من دول. قفشتك بتبص على الواد احمد وهو كمان قاعد بيبص عليكي. قوليلي ايه الحكاية؟ انت عمرك ما خبيتش عني حاجة. مفيش حكاية ولا حاجة والله يا علا، دي مجرد نظرات من بعيد لبعيد بس. يا جزمة، يعني في نظرات؟ في حاجة يعني اهو، وما تقوليليش. والكلام ده من امتى يا ست نرمين؟ مش عارفة، يمكن بتاع شهر كده. شهر كامل وما تقوليليش؟ لا وكمان ما اخدتش بالي خالص. يا سلام، كبرنا وبقينا بنعرف نخبي. انا بس اتكسفت اقولك، اصل مفيش حاجة، دي مجرد نظرات.
ماشي، هصدقك يا سهنة. يلا قومي نروح. تقوم نرمين علشان تمشي، ولكن قبل ما بتقوم بتبص على أحمد نظرة أخيرة. يا اختي شوفوا البت، الحب ولع في الذرة. خلاص امشي فضحتينا. وهم ماشيين في الطريق. ولا وكبرت يا بت يا نيمو، تصدقي على الرغم ان انا مش عاجبني الحال المايل اللي انت فيه ده، بس مبسوطة انك فتحتي شوية. الله، حال مايل ليه بس يا علا؟ هو الحب عيب؟ ده الحب ده حاجة جميلة قوي، ده الحب ده حاجة قبيلة قوي. ني علا ما تتريقيش عليا. خلاص يا ستي مش هتريق، بس حب ايه؟ مش بتقولي مجرد نظرات؟ دلوقتي بقى حب مرة واحدة. مش عارفة بقى يا علا، انا حاسة بصراحة كده ان انا بحبه وهو بيحبني. ماشي يا ست الحنينة، هنشوف. لو بيحبك هيجي ويتكلم ويتقدم. ها فاهمة؟ يتقدم. اكيد طبعا هيتقدم، امال ايه؟ والله شكلك ما انت عارفة اي حاجة في الدنيا وعايشة في مية المخلل. امشي يلا قدامي نروح. وبعد كام يوم بيحاول احمد اكتر من مرة يتكلم مع نرمين، لكنها كل ما بتشوفه بيقرب عليها بتتوتر وبتمشي. مش بيلاقي اي حل غير انه يتكلم مع علا. ايه بقى صاحبتك دي محدش عارف يتكلم معاها؟ صاحبتي مين؟ وقصدك انهي واحدة بالظبط؟ وتتكلم معاها في ايه؟ لا ده انا بقول عليك ذكية وبتفهميها وهي طايرة، بلاش الشويتين دول عليا. طيب بما اننا احنا الاتنين فاهمين بعض، تعالي لي دغري وقولي عاوز منها ايه. يا ستي قصدي شريف، والله حاسس انها بنت طيبة كده وعسولة، عاوز اتعرف عليها. وبعد ما تتعرف عليها يا حلو. ما قلتلك قصدي شريف، هخطبها. يا جدع، ده انت داخل دغر جدا، على طول كده هتخطبها؟ ده انت شكلك ناوي تلم موضوع التعبير من اول سطر. ما هو انا مش عايز صغير يا علا، يعني مش بتاع لعب ولا كلام فاضي. انا فعلا شايف فيها بنت محترمة ومؤدبة، وعاوزة اتقدم لها بس بطريقة كويسة كده، من غير ما اسبب لها اي احراج. يعني اتعرف عليها فترة، ولو الدنيا تمام هتقدم واخطبها. طيب تمام، بس خليني اقولك حاجة يا احمد، نرمين مش زي اي بنت، دي حساسة قوي وبتخاف من ضلها، ولو اتكلمت معاها كده فجأة ممكن تهرب منك وتجري. انا لاحظت كده فعلا، كل ما اقرب منها خطوة تجري 10. اهو ده بالظبط اللي انا اقصده. بس بص، انا ممكن اساعدك بس بشرط. شرط؟ قولي. لو معقول هنفذه. مفيش حاجة اسمها لو معقول يا سي احمد، الشرط لازم يتنفذ كده من غير نقاش. ماشي يا ستي قوليه. ايه هو؟ مفيش ولا كلمة تتقال من غير ما تكون نيتك صافية 100%، يعني لا هزار ولا لعب بمشاعرها، دي صاحبة عمري وروحي فيها. قشطة، موافق. تمام خلاص، انا هظبط لك الموضوع بطريقتي، بس سيبها عليا انا. تمام يا ستي، انا في انتظار سحرك. خلاص يا اسطى. وبعد كام يوم في الكلية، علا كانت قاعدة مع نرمين في الكافيتيريا. نرمين، شوفي مين جاي من بعيد كده. نهار ابيض، ده احمد. لا مش معقول يكون جاي عندنا. انت مالك متوترة قوي كده ليه؟ ما تهدي. هو مش كان بعتلك على التليجرام تبعتي له محاضرة دكتور حسام؟ ايوه فعلا صح، انا متوترة قوي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ ما تعمليش حاجة، خليكي طبيعية، ما تتوتريش بقى زي عوايدك. ازيك يا نرمين، عاملة ايه؟ الحمد لله. وانت؟ تمام والله، بس كنت عاوز الورق بتاع محاضرة دكتور حسام، كنت قلتلك تبعتهولي. يا والله نسيت، حقك عليا، هبعتهولك النهاردة بالليل ان شاء الله. تمام خدي راحتك، بس بلاش تنسي تاني بقى. حاضر مش هنسى والله. وبيمشي احمد، نرمين بتبص عليه بكل حب. يا اختي شوف البنت الحنونة، النظرة دي كفيلة تكتب رواية حب. بس بجد يا علا، احمد محترم قوي ومش بيكلم بنات كتير زي الباقيين. اهو انا قلت كده برضو، بس خدي بالك يا نرمين، الحب ده مش هزار، ما ينفعش تحطي قلبك في ايد حد الا لما تتأكدي انه يستاهله. عارفة يا علا، بس هو مش زي الباقيين، في حاجة كده في عينيه بتحسسني انه صادق. ان شاء الله يكون فعلا صادق، بس خدي الامور على مهلك، ما تتسرعيش. وبعد كام يوم احمد بيكلم علا تاني. علا، انا مش قادر استنى اكتر، انا فعلا عايزة اتكلم مع نرمين بصراحة واقول لها كل حاجة. يا ابني اهدى شوية، ده انت لو قلت لها كلمة حب واحدة ممكن تقع مغمى عليها. طب اعمل ايه يعني؟ بص استناني بكرة، هظبط لك مقابلة كده على خفيف وتتكلموا براحتكم. تمام انا مستني. قشطة. وتاني يوم في جنينة الكلية، علا بتسحب نرمين من ايديها. ايه ده يا علا، رايحة بيا فين؟ بس تعالي ورايا، عندي مفاجأة صغيرة ليكي. مفاجأة؟ ايه المفاجأة دي؟ بتوصل لمكان فيه احمد مستني، بتتجمد مكانها. ياه، ده احمد. هي دي المفاجأة، انا همشي دلوقتي واسيبكم تتكلموا شوية. علا لا استني.
سلام يا حلوين. بتمشي علا وبتسيبهم. نرمين، ممكن اقولك كلمتين بس؟ قول. انا كنت بدور على طريقة علشان اتكلم معاكي بيها من بدري، بس كنت بخاف اضايقك، بس دلوقتي خلاص مش هخبي. انا معجب بيكي وبحترمك وعاوز اتعرف عليكي اكتر بطريقة محترمة طبعا. نرمين وشها بيحمر ومش عارفة تبصله. انا مش عارفة اقول ايه. قولي انك موافقة وبس. بس انت قلبك جامد قوي يا احمد، انا هموت من التوتر. ما تخافيش، انا مش بعض ولا حاجة. ايوه كده يا ستي اضحكي، خلي الشمس تطلع. لا لا، ما تقوليش كلام زي ده لو سمحت يا احمد، انا كده هيغمى عليا. خلاص يا ستي مش هقول اي حاجة، كسوفك ده حاجة حلوة قوي وجميلة وبتدل على انك محترمة ومؤدبة. طب وبعدين بقى يا احمد؟ وانا كده قلت حاجة؟ لا اله الا الله. انت عاوزاني اقول ايه طيب؟ ما تقولش اي حاجة، يلا انا همشي. استني بس، تمشي تروحي فين؟ مش لما تقولي لي الاول رأيك ايه؟ رأيي في ايه؟ عاوز اتعرف عليك، يعني اتكلم معاكي، نعرف بعض اكتر، ولو اتفقنا مع بعض هاجي واتقدم لك. ايه رأيك؟ بتتوتر قوي وبتتكسف اكتر، لكنها بتوافق، وفعلا بيتعرفوا على بعض وبياخدوا ارقام بعض. من بعيد علا واقفة مستخبية وبتبص عليهم وبتضحك. يا سلام، عصفورين كناريا يا اخواتي. وبعد شوية بتيجي نرمين. دي عاملة تعمليها فيا برضو يا علا؟ ما انا لو ما كنتش عملت كده كنت هتفضلي 100 سنة محيرة الواد وراكي مش عارف يقولك كلمتين على بعض. قلبي بيدق قوي يا علا، حاسة ان هيغمى عليا. لا 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 يا ستي، وعلى ايه؟ اهدي كده وهدي نفسك. قالك ايه؟ قال كلام جميل قوي يا بنتي يا علا، انا اول مرة حد يقولي حاجة زي كده، وانتي هتقوليلي ما انا عارفة كل حاجة. يلا انجزي قوليلي قالك ايه. قال لي انه عاوز يتعرف عليا، نتكلم شوية، ولو دماغنا زي بعض هيجي وتقدم لي. انا مبسوطة قوي قوي قوي. ليه يعني؟ اهدي كده زي ما قلتلك وتقالي ما تتسرعيش. يعني اعمل ايه؟ ما كلموش؟ يا ستي لا كلميه عادي، بس يعني انا قصدي تبقي بنت تقيلة كده في نفسك، ما ترميش نفسك عليه. ودي اعملها ازاي بقى؟ يا دي النيلة السودة اللي انا فيها. خلاص خلاص، انا هقعد معاكي وهعرفك تعملي ايه بالظبط. وعدت فترة بيتعلق فيها احمد جدا بنرمين، وعلا كمان بتحبه قوي، وبيجي اليوم اللي هتقدم فيه احمد لنرمين. واو، شكلك تحفة يا بنتي يا نرمين، ايه القمر والحلاوة دي كلها؟ بجد يا علا شكلي حلو؟ يعني شكلي هيعجب والدة احمد وباباه؟ تعجبي وبس، ده انت تعجبي ونص وتلات ارباع. هو انت قليلة يا بنت ولا ايه؟ شكرا يا علا شكرا، انا متوترة قوي. وايه الجديد يعني؟ ما انت على طول متوترة. عندك حق، بس لا النهاردة غير، متوترة اكتر من اي يوم عدى عليا في حياتي. وبعد شوية، انا جاي النهاردة علشان اطلب ايد نرمين من حضرتك يا عمي. اهلا وسهلا يا ابني، نرمين حكت لنا عنك واحنا سألنا عليك وسمعنا كلام كويس قوي. متشكر يا عمي، ربنا يخليك، وان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. وبعد شوية بتطلع نرمين، الام بتتكلم وبتقول بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده كله. لا احمد ابني طلع عنده حق وما كانش بيبالغ لما قال انك زي القمر. نرمين بتتوتر ووشها بيحمر وبتتكسف وبتبص في الارض وهي بتضحك. شكرا يا طنط. بسم الله ما شاء الله، دي بتتكسف قوي يا احمد، ده الكسوف ده بقى عملة نادرة اليومين دول. اللهم بارك، تسلم الام اللي ربت. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. وبيتفقوا على كل التفاصيل وبيتخطبوا، وخلال فترة الخطوبة بيكون أحمد مبسوط قوي مع نرمين وبيعدي وقت. لكن كان كل ما بيحصل بينهم مشكلة كانت علا بتتدخل علشان تحلها، باعتبار إنها أكتر واحدة مقربة من نرمين. وفي يوم كانت نرمين شادة شوية مع أحمد، قعد يرن عليها كتير لكن هي بتقفل التليفون، فبيضطر يرن على علا. أيوة يا علا، ازيك عاملة ايه؟ فل يا اسطى، الحمد لله والله. انت الدنيا ايه معاك؟ أنا تمام، بس صاحبتك هي اللي مش تمام. مش تمام ازاي يعني؟ قصدك ايه؟ في ايه؟ عاجبك اللي صاحبتك بتعمله ده؟ كل ما اتكلم معاها كلمتين ما يعجبوهاش، تاخد على خاطرها، لا وكمان تقفل التليفون، معرفش اوصلها. يا عم خضتني، معلش يا احمد، ما انت عارف بقى نرمين طيبة وعلى نيتها وبتزعل من اقل حاجة. لا يا ستي، دي بقت حاجة تزهق، دي عقلها صغير قوي. لا بس طيبة جدا والله، وبتتراضى باقل حاجة، بكلمتين كده تعرف تلين دماغها. بس يا اسطى انا تعبت، ما ينفعش كل ما اكلمها كلمتين تعمل اللي بتعمله ده. المفروض تكبر شوية عن كده، احنا خلاص كلها كام شهر ونبقى في بيت واحد. خلاص اهدى انت بس وهدي نفسك كده، وانا هكلمها واشوف الدنيا واقولك. خلاص تمام ماشي، شوفي كده ورن عليا. علا بتقفل معاه وبترن كتير على نرمين،
لكن برضه الموبايل بتاعها مقفول، فبتقوم تلبس وبتروح لها البيت. ايه يا بنتي اللي انت عاملاه ده؟ مالك مضلمه الدنيا كده ليه؟ ايه الحزن اللي انت عايشه فيه ده؟ سيبيني يا علا علشان متخانقه مع احمد ومش طايقه نفسي. ما هو كلمني، هو قال لي انه مش عارف يوصلك وبيرن عليكي كتير، حضرتك قافله التليفون، وقال لي اجيلك دلوقتي علشان اطمن عليكي. قلبه عليا قوي، لو كان قلبه عليا كده وبعتك علشان تطمني عليا كان من باب اولى ما يزعلنيش. طيب ايه اللي حصل ما بينكم علشان تزعلوا قوي كده مع بعض؟ ما حصلش حاجه، روحي اساليه. لا ما انا بسالك انت صاحبتي، قوليلي. بصي يا ستي، كنا بنختار حاجه في الشقه، انا عاوزاها كشمير وهو عاوز لون تاني، مش عارفه ايه كده، لون معفن مش عاجبني. ها وبعدين ايه؟ مفيش بعدين، هو ده كل اللي حصل. اول ما قال لي كده انا اتضايقت واتعصبت وقفلت السكه في وشه وقفلت التليفون خالص. وحياة خالتك؟ ايه جاتك قوة؟ هو ده السبب؟ ده انت تعبانه في دماغك. الله بقى يا بنتي، هو ده السبب يخليكي تعملي اللي عملتيه ده؟ ده انا قلت بقى هاجي الاقي قايل كلام كتير ومزعلك قوي وعمل حاجه كبيره. يا حبيبتي ايه اللي انت بتعمليه ده؟ اللي بتعمليه ده مش هينفع، انت كده هتطفشي الراجل. ما اعرفش بقى، هو كده، ما هو لازم يعمل لي اللي انا عاوزاه. بالعقل يا حبيبتي، هو الراجل كان قال حاجه ولا اعترض؟ انت لحقتي تديله فرصه؟ انت بتقولي لي قفلتي في وشه على طول. ما اعرفش بقى، هو ده اللي حصل، اعمل ايه انا دلوقتي؟ تقومي وتفتحي التليفون وتتكلموا مع بعض زي الناس، ولو مش عاجبك حاجه تقولي بالراحه من غير قمص، سهله. وفعلا نرمين بتفتح الموبايل وبتتكلم مع احمد وبيتصالحوا، لكن الحركه دي بتتكرر كتير قوي من نرمين، وكل ما تزعل منه تتقمص وتقفل التليفون. وطبعا اللي بتتدخل وبتحل المشاكل ما بينهم هي علا، ودايما بتكون حلقه الوصل ما بينهم. معلش يا احمد، حاضر، هروح لها واخليها تكلمك. انا مش عارف اقولك ايه، انا عارف ان انا غلست عليكي كتير قوي، بس اعمل ايه؟ لا مفيش حاجه، انا مش عارف هي دماغها مش كبيره زيك ليه. هي نرمين عقلها صغير شويه، بس طيبه قوي وبتحبك. الحب لوحده مش كفايه يا علا، التفاهم مهم قوي، وفعلا انا كنت اتمنى انها تبقى انت، قصدي زيك، دماغها كبيره زيك يعني. خلاص يا احمد، انا هروح لها وهتكلم معاها. وبتروح لحد عندها وبتتكرر نفس الحكايه، وبعد ما بتمشي علا: ايه اللي انت بتعمليه ده يا نرمين؟ ايه اللي بعمله يا ماما؟ انت ازاي يا بنتي تدخلي صاحبتك ما بينكم بالشكل ده؟ عادي يعني يا ماما، هي علا غريبه؟ يا بنتي انا ما قلتش غريبه، وعلا بنت جدعه وصاحبتك وبتحبك، واحنا عارفينها من ساعه ما اتولدت، لكن برضه ما ينفعش يا حبيبتي. قصدك ايه يعني يا ماما؟ قصدي انه ما ينفعش يبقى في وسيط بينك وبين خطيبك اللي هيبقى جوزك كمان كام شهر. المفروض تعرفوا تحلوا مشاكلكم بنفسكم، مفيش اي حد يتدخل ما بينكم مهما كان الشخص ده مين، حتى لو كنت انا. بس انت عارفة يا ماما، انا بحب علا وبثق فيها وفي رأيها، وهي فاهمة الدنيا اكتر مني. وليه ما تبقيش انت كمان فاهمة الدنيا زيها؟ ناقصك ايه يعني؟ ناقصك ايد ولا رجل؟ احنا شخصياتنا مختلفة يا ماما، صوابعك مش زي بعضها، بس انت شخصيتك المفروض تتغير عن كده. مش معقول تفضلي طول حياتك لو وقعتي في اي مشكلة تكلمي علا، ولو عاوزتي تفكري في اي حاجة تسألي علا، كل حاجة علا. حياتك كده مش هتمشي يا بنتي. وفعلا الام كان عندها حق وكل كلامها صح، ونرمين فضلت تفكر في كلامها كتير ولقت ان كلام والدتها منطقي قوي. حاولت بعد كده اي مشكلة تحاول تحلها مع احمد من غير ما تدخل علا، لكن اللي ما كانتش تعرفه ان احمد وعلا كانوا اصلا قربوا من بعض وبقى يتكلموا مع بعض بشكل يومي. واحمد واحدة واحدة قلل الكلام مع نرمين، ولما بقى يتخانق معاها ما بقاش يحاول يتصل عليها ولا حتى يبعت لها، ويسيبها لحد ما تهدى هي مع نفسها وترجع تكلمه. نرمين حست ان احمد خطيبها متغير معاها الفترة دي، وحابة تعزمه عندهم في البيت علشان يقعدوا يتكلموا شوية مع بعض، وفعلا عزمته. جه عندهم وبعد الاكل قام علشان يغسل ايديه، وطبعا ساب موبايله على السفرة. في الوقت ده جت مسج لأحمد، ونرمين الفضول خدها علشان تبص على المسج. الرسالة كان مكتوب فيها: ها يا حبيبي، نزلت من عندها ولا لسه؟ انت قلت لي انك مش هتتأخر، وكلمتها في الموضوع اللي اتكلمنا فيه ولا لا؟ نرمين بصت على الاسم علشان تشوف مين اللي باعت الرسالة، وهنا كانت الصدمة، صاحبة عمرها علا. ايه؟ علا؟ ازاي بقى انا تعملوا فيا كده؟ نرمين بسرعة بتبعت الشات من عند احمد على تليفونها، وحاولت ما تبينش اي حاجة قدامه. كنت عاوزة اتكلم معاكي. لا انا مصدعة، معلش يا احمد،
ممكن تخليها مرة تانية؟ تمام ماشي زي ما تحبي. وبعد ما بيمشي بتفضل تفكر كتير جدا تعمل ايه. ماما كان عندها حق، ما كانش لازم ادخل علا ما بينا. اعمل ايه دلوقتي؟ اواجهه؟ اواجهها؟ لا مش كفاية، لازم الكل يعرف حقيقتهم وندمهم على اليوم اللي استغفلوني فيه واستغفلوا طيبتي. وبعد ما بيروح احمد بيكلم علا طبعا كالعادة. هي قلت لها ولا لسه؟ لا لسه، جيت اتكلم معاها قالت لي انها مصدعة ومش قادرة تتكلم النهاردة. طيب وبعدين يا احمد؟ ما تقلقيش، انا هقول لها كل حاجة في الوقت المناسب. انا خايفة من رد فعلها. لا ما تخافيش عادي، ايه يعني اتنين اتخطبوا وما اتفقوش وبعد ما افسخ معاها بكام شهر هخطبك؟ مش عارفة هي هتقول عليا ايه ولا الناس هيقولوا عليا ايه. هيقولوا اني خطفتك منها. لا انت ما خطفتنيش منها، احنا اتخلقنا لبعض. انا اكتشفت اني مش بحب نرمين وشخصيتي مش زي شخصيتها، لكن انت فهماني وحاسة بيا وعقلك كبير ودماغك زي دماغي. انا فاهمة كل الحاجات دي يا احمد، بس ما حدش هيفهم كل ده والناس كلها هتشوف بس اني خطفت خطيب صاحبتي. مالكيش دعوة كلام الناس، ويا ستي لما نتخطب عادي ما نقولش لحد ونبقى نعلم بس وقت الجواز. ماشي يا احمد، اهم حاجة دلوقتي انك تقول لنرمين كل حاجة. حاضر صدقيني هقول لها في اقرب وقت. وبعد كام يوم قالوا ايوه يا طنط، ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ ازيك يا نيمو؟ انا زي الفل والله، طمنيني عنك انت يا روحي، وازاي مامتك وباباكي؟ احنا كلنا بخير يا طنط والله. بقول لحضرتك بابا كان عازمكم عندنا في البيت، من زمان ما جيتوش عندنا. ملوش لازمة يا حبيبتي والله التعب ده، ما تتعبوش نفسكم. لا تعب ايه بس يا طنط، تعبك راحة يا حبيبتي. خلاص بقى احنا هنستناكم يوم الخميس ان شاء الله. صحيح ايه بيقولي لأحمد لاني انا لسه ما قلتلهوش. ماشي يا حبيبتي، سلمي على ماما وعلى بابا لحد ما نيجي ان شاء الله. وبعد ما بتقفل معاها بتكلم علا. ازيك يا علا عاملة ايه؟ من زمان ما كلمتنيش، خير في حاجة؟ لا يا نرمين مفيش اي حاجة، انت عاملة ايه؟ طمنيني عنك. انا كويسة يا صاحبتي. يا رب دايما كويسة. المهم كنت عاوزة اقولك ان انا عازمة احمد واهله الخميس اللي جاي، وكنت عاوزاكي تيجي عندنا البيت تساعديني شوية، ممكن؟ لا مش هقدر يا نرمين، معلش سامحيني المرة دي، خليها مرة تانية. لا ازاي؟ انت عارفة ماليش حد غيرك، علشان خاطري يا علا لازم تيجي وتساعديني. خلاص ماشي يا نرمين حاضر. وبعد ما بتقفل علا مع نرمين بتبعت رسالة لأحمد. بقولك يا أحمد، نرمين بتقول إنها عازماكم الخميس الجاي وعاوزاني أروح علشان أساعدها. غريب قوي حوار العزومة ده، ما قالتليش. عموما ماشي قوليلها أوكي، اهي فرصة حلوة علشان أشوفك. ويوم العزومة وبعد ما بيخلصوا أكل بتنادي نرمين على جارتهم واللي بتكون مامة علا. لو سمحتي يا طنط معلش ممكن تيجي بس 5 دقايق، ويا ريت تقولي لعمو يجي معاكي. بتجمعهم كلهم وبتقف وبتقول أنا دلوقتي جمعتكم وعاوزة أسأل سؤال واحد، أنا عملت فيكم إيه علشان تعملوا فيا كده؟ ها؟ إيه الكلام ده يا نرمين، في إيه؟ كلامي أنت فاهمه كويس، أنت والست هانم صاحبتي وعشرة عمري. بتكون موصلة الموبايل بتاعها بشاشة التلفزيون، بتفتح كل الشات وبيتعرض على التلفزيون. دي الرسائل اللي بين البيه خطيبي وصاحبتي وعشرة عمري. نرمين استني هفهمك. أنت إيه اللي بتعمليه ده؟ اقفلي الشاشة دي حالا، أنت السبب في كل اللي حصل، بعقلك الصغير وتصرفاتك اللي زي الأطفال. وياما نصحتك وقلتلك تتغيري عن كده، كنت عاوزاني أعملك إيه يعني؟ أفضل أدادي فيك طول العمر؟ لكن أحمد بيتفاجئ بكف على وشه من والده. اخرس، فضحتنا وعرتنا ووطتنا قدام الناس اللي ائتمنوك ودخلوك بيتهم. أنا آسف يا بنتي، حقك عليا، احنا معرفناش نربي. الشبكة اللي عندك احنا مش عاوزينها، احنا ابننا هو اللي غلطان. لا لا طبعا يا حاج، الشبكة بتاعتكم اهي، اتفضل. ابنكم غلطان ولا مش غلطان؟ الشبكة دي بتاعته طالما بنتي ما اتجوزتهوش. نرمين بتقول وهي بتعيط. شكرا يا صاحبتي شكرا، لان لولاكي عمري ما كنت فتحت للدنيا. شكرا على القلم اللي اديتهولي، فوقني لنفسي وعرفني اصلك. انتي مصدقة نفسك؟ انا هندمك على اللي عملتيه ده. اخرسي، امشي قدامي. وبعد ما الكل بيمشي بتفضل تعيط، والدتها بتقعد جنبها وبتطبطب عليها. ما تزعليش يا حبيبتي، هو ده نصيبك، وكويس ان ربنا كشفهولك في الوقت المناسب قبل ما كان يتجوزك وتتدبسي فيه طول العمر. بس انا يا حبيبتي عاتبة عليكي. اولا الغلط من عندك، انت اللي دخلتيها ما بينكم وسمحت لها تعرف كل كبيرة وصغيرة عنكم، وفتحتي له الطريق للكلام معاها والمقارنة ما بينكم، وانه يدور على اللي مش فيكي فيها. وغير ده كمان انك تجمعي اهله واهلها وتكسريهم بالطريقة دي،
وعموما يا حبيبتي ربنا يعوض عليكي بالأحسن منه. ولحد هنا بتكون خلصت حكايتنا النهاردة. وانتوا بقى ايه رأيكم؟ يا ترى اللي عملته صح ولا غلط؟ انا عارفة ان انا اللي غلطت من البداية ودخلت صاحبتي بيني وبين خطيبي، وده كان اكبر غلط عملته. عاوزة اقول لكم واقول لكل واحدة بتسمعني ما تعمليش زيي، ولو انت مخطوبة او متجوزة يا ريت ما تطلعيش اسرارك لاي حد، وامورك الشخصية تبقى خاصة بيكي انت وبس. وهستنى اشوف رأيكم في الكومنتات في اللي عملته ده. يا ترى انا كنت صح اني فضحتهم قدام اهليهم، ولا اللي عملته ده كان غلط زي ما بتقول ماما واني كده كسرت اهلهم؟ وبس كده يا حلوين، لحد هنا تكون خلصت حكايتنا. استنوني في قصة جديدة. مع السلامة.